كثير ممن شاهد خطبة لي بعنوان أماه لو كان عمرك بيدي لمددته ولكنه بيد ربي فهل يكفيك حبي. وصلتني مئات الرسائل التي أثرت في قلبي، ولكن أكثر رسالة أثرت في قلبي هذه الرسالة التي سأسردها لكم. قرأتها قبل أيام وأخذت عهدا على نفسي أن أنقلها لكم. هذا رجل يعيش في دولة أجنبية اسمه أسامة. أرسل لي وقال: قبل أشهر سمعت لك خطبة عن الأم فبكيت يومها بكاء شديدا. وأما قصتي فإنني تركت أمي في منزلنا الذي تربيت فيه قبل 3 سنوات. قال: حدثت مشكلة عائلية وهجرت أمي وتركتها. 3 سنوات لا يكلم أمه، 3 سنوات لا يعرف عن أمه خبرا، 3 سنوات لا يعرف عن أمه شيئا. قال: فبكيت ليلتها وأخذت عهدا على نفسي أن أخذ حقيبتي وأن أسافر وأن أعود لأمي. فسافرت بعد أشهر قليلة وعدت إلى مكان ولادتي، عدت إلى حارة القديمة، عدت